ما كنتش كنظن بلا الماضي يرجع تاني بعد ما رن التليفون ديالي. شكون اللي اتصل بيا وشنو واقع؟ تابعوا القصة كاملة وما تنسونيش حبيباتي من لايك واشتراك وشي كومنتير يكون زوين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسونيش من لايكات ديالكم. تابعوا القصة. أنا سميتي سعاد، في عمري 24 عام. عشت أسوأ عامين في حياتي بعد ما اختفى راجلي. ما خليت قلبت عليه في أي بلاصة، سولت عليه الناس والعائلة، ما كانش ليه حتى أثر. وقررت نكمل حياتي أنا ووليداتي. خدمت عليهم وقاسيت عليهم بزاف، وتا شي واحد في العائلة ما بقى بغانا. كل واحد كينعت علينا بالأصبع ديالو. واحد النهار أنا ناعسة حتى كيصوني التليفون ديالي، ما عرفتش شكون مول ديك النمرة. بقيت كنترعد شحال وكنشوف في الساعة، كتبان ليا الوحدة ديال الليل. منين جاوبت كنلقى الصوت تاع الزوج ديالي. ما بقيتش عرفت باش تبليت وطاح التليفون من ايديا وكيقول لي سعاد سامحي ليا. تجمد الدم في عروقي، ما بقيتش عرفت باش تبليت. كيقول لي سعاد سامحيني. بقيت كنترعد وانا خايفة. سولته قلت لي فين كنتي هاد عامين كاملة؟ قال لي كان وقع لي واحد المشكل وما قدرتش نجي، ودابا بغيت نشوف وليداتي قبل ما يفوت الوقت. ما بقيتش عرفت واش نبكي ولا نفرح. بغيتو يجي وفي نفس الوقت بغيتو يبعد علينا. بقيت حائرة ما بين الغضب وما بين الفرحة، وانا نقطع بالزربة التليفون. واحد النهار حتى كنلقاه كيدق في الباب، مشيت كنجري حليت الباب. ملي شفتو تصدمت واحد الصدمة كبيرة، ما بقيتش عرفت باش تبليت. لقيتو مريض ومريض بزاف. دخلتو وانا كنبكي. قال لي سعاد سامحي لي، انتي وليداتي، راه انا كنت مريض ومشيت باش نتعالج ولكن فات الوقت. هنا فين عرفت الدنيا بلا صغيرة وصغيرة وبزاف. يعني ما جا راجلي يطلب مني السماح تا كان عمرو غادي تسال. وهذه قصتنا تاعت اليوم، قصة قصيرة وبسيطة ولها عبرة. يعني هنا الناس خصهم يتسامحوا مع بعضياتهم، ما يكونش داك الغضب ما بين الزوجين ولا ما بين الأصدقاء وما بين الخوت. ما تنسونيش حبيباتي من لايك واشتراك وشي كومنتير زوين لا جات على خاطركم باش تحفزوني نزيد لقدام. بيكم غادي ننجح وبكم غادي نطيح. مع السلامة حبيباتي، إلى فيديو قادم إن شاء الله.